السيشن بتاعتنا مش مطلوب منها ابدا ان احنا ينزل من الوش كميه دم كتيره خالص. الكلام ده مثلا لو انا بشتغل على سكارز او بشتغل على حاجه ديب، لكن مجرد اشوف بس الرسيمه كده في الجلد يبقى انا كده شغاله في ليفل مظبوط. السيشن دي طبعا مش من الحاجات اللي بتقلق خالص او تخوف خالص، بالعكس هي من اكتر السيشنز السيف ولطيفه جدا في النتيجه بتاعتها. كمان الداون تايم بتاعها تقريبا مفيش، قليل خالص، بالظبط يومين ونقدر ان احنا نعمل اي مشوار او اي حاجه. بس طبعا نكون محافظين على الصن بلوك بتاعنا، وترطيب طبعا بعد السيشن. نحط قبليها كريم مخدر ونقعد بيه شويه فما يبقاش فيه اي وجع في السيشن. بنحط بقى الماتيريالز اللي احنا عايزين نشتغل بيها على الجلد بتاعنا، سواء احنا الحاله كانت طبعا بتشتكي من ان في بقع بسيطه بعد المصيف، في فاين لاينز بسيطه، في بورز بسيطه. فالمواد اللي بنستخدمها بتكون فيها طبعا لازم هيالورونيك اسيد، فيها ريتينول علشان نشتغل على الفاين لاينز، فيها تونكزيميك اسيد علشان يبتدي يشتغل على التصبغات والبقع. طبعا احنا سيف قوي ان احنا نشتغل في منطقه تحت العين، بس الدبس بتاع النيدز نفسها اللي بنشتغل بيها على دبس قليل شويه عن بتاع الوش، لان طبعا دي منطقه سنسيتيف ما ينفعش اشتغل بنفس الدبس. طبعا احنا زي ما بنعمل الديرما بان للوش بنعملها كمان عادي لللبس، لان اللبس برده مع الوقت ممكن بتفقد الترطيب بتاعها وبتبقى دراي، بتخضر عادي زيها زي الوش فمش بنحس باي وجع. بعد السيشن ممكن يحصل تقشير طبعا في اللبس، مطلوب طبعا احنا ما نشدش القشره دي خالص، المفروض انها بتقع لوحدها. الفرق في بشرتك هيبان بعد اول سيشن وانت تستاهلي الفرق ده. اعملي منشن لصاحبتك واحجزي الديس سيشن الديرما بان.